بعد النداء الذي أطلقته تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة للخروج للتظاهر السلمي بشارع السمارة من أجل الضغط على الدولة المغربية وتحسيس المنتظم الدولي بعدالة القضية الصحراوية، ومن أجل التحسيس بالمعاناة التي لا تزال تعيشها عائلة الشهيد إبراهيم صيكة بسبب تمادي السلطات المغربية في عدم الكشف عن حقيقة اغتياله، ورفع الحيف والظلم عن الشعب الصحراوي وتمكينه من حقوقه كاملة وعلى رأسها الحرية والاستقلال. هذه الوقفة التي حاجت إليها الجماهير الصحراوية من كل حدب وصوب رغم الحصار العسكري المشدد الذي فرضته كعادتها قوات الاحتلال المغربي بشتى تلاونها وآلياتها من أجل منع الصحراويين من الوصول والمشاركة في هذه المظاهرة، غير أن إرادة الجماهير كانت أقوى من جبروت المحتل، حيث عمدت الجموع الأولى من الصحراويين التي وصلت إلى المكان المعلوم إلى التجمهر في شكل جماعات متفرقة على طول شارع السمارة المحاذي لحي معطل الصامد، مرددين لمجموعة من الشعارات المناهضة للاحتلال المغربي والمطالبة بالكشف عن ملابسات حقيقة اغتيال الشهيد إبراهيم صيكة، وكذا إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره على غرار كافة شعوب العالم. الشيء الذي لم ير قوات الاحتلال المغربي التي فوجئت بجرأة وتحدي الجماهير الصحراوية وإصرارها على مواصلة حراكها السلمي مهما كلفها ذلك من ثمن. فقامت هذه القوات ودون سابق انذار بالتدخل الهمجي والعنيف على المحتجين المسالمين والعزل، مستعملين في ذلك الهروات والحجارة، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا في صفوف الصحراويين بمختلف أعمارهم وأجناسهم. هذا التدخل الذي سوف يمتد إلى كافة الشوارع وأزقة الأحياء المجاورة لمكان الوقفة التي كانت تعج بالجماهير الصحراوية وهي في طريقها للمشاركة في هذه المظاهرة، الشيء الذي جعل حصيلة الضحايا ترتفع. كما تم تهشيم زجاج مجموعة من السيارات المتواجدة في عين المكان من طرف قوات الغازية من أجل بث الرعب والرهبة في قلوب المارة بهدف إخلاء الشارع العام. ونظرا لهول التدخل العنيف الذي وجهت به هذه المظاهرة، فقد تم نقل العديد من الضحايا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. هكذا إذن يبدو أن الضغط الدولي الممارس على دولة الاحتلال المغربية والعزلة التي تعرفها جعلتها تكثف من قمعها للجماهير الصحراوية الصامدة من أجل إخماد صوت الشعب الصحراوي المسالم، لكن صوت الشعب الصحراوي يعلى ولا يعلى عليه. محمود الحيسن، العيون المحتلة.